ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد ان شاء الله. لو اول مره تشوف القناه اسم القناه لايك وشير وسبسكرايب. هنعمل النهارده بناء حلو من اول خطوه لغايه اخر خطوه. اتمنى ان الفيديو يعجبك. شوف البوفتيك ده طلع ازاي، بيتكلم عن نفسه بصراحه يعني بيتكلم عن نفسه. تعالي كده يا ستي الكل نشوف عملنا البناء الحلو ده ازاي في الفيديو. ادي كده يا ستي الكل هجيب معايا قطع عندي كيلو بتاع صدوره. حلو الكلام. هجيبه وهقطعه اجهزه للبناء. انا هقطع الواحدة على 3. انا غسلته ونشفته والزيادات شلتها برضو كده نظيف. ادي كده يا ستي الكل بعد ما قطعنا الفراخ بتاعتنا دي ليمونة كاملة، عصير ليمون كامل، بشرت بصل ممكن تقطعيه ساكت، انا بشرته، وكم فص بتاع توم ده طعم حلو للبناء بتاعنا. البهارات كالتالي: حبهان، هيل، بابريكا مدخنة، قرفة، 7 بهارات، وفلفل أسود. أنا ما بحبش أحط كتير، دي كلها يعني نص ملعقة من كل حاجة، ربع ملعقة من الهيل. بلخبط ده كله مع بعض. أنا بخليه بصراحة عشان عايزة تاكلي بناء حلو، أنا بخليه ليلة كاملة، يعني بكرة ندقه مع بعض. طبعا الملح ده على كل واحد ذوقه، ما قولي نص ملعقة صغيرة، بس انا بدوقه قبل يعني ادخله التلاجة. نغطيه بالكليم فيلم ونحطه في التلاجة لغاية تاني يوم. ادي كده البناء زي ما شايفين، عملته بالاسترتش، حطه في التلاجة. اشوفكم بكرة ان شاء الله. ادي كده يا ست الكل لتاني يوم عشان ندوق البناء بتاعنا. الريحة ما اقولكيش حلوة شديد، جرب الطريقة دي. شوف يا ست الكل، انا اول حاجة بعمل فيها انضف الفراخ من البصل، وهنا عندي كيس فاضي هقعد ادب قبل ما احط البقسماط، بتكون كده اسهل لي. اشوف السمك اللي انا عايزاه، يعني السمك ده كويس تمام. احنا هنعملهم مع بعض، ما تخافيش يعني ما باظتش. انا بلمهم مع بعض طبق نظيف واحطهم. هعمل كل الكميه كده. بعد ما دقيت بالطريقه اللي انت شفتيها، نجيب بقسماط احط كده ونشيل واحده واحده البانيه بتاعنا، نقلبها على الجهه التانية. كل ما تحسيها هتمسك في المدق كده بقسماط. ادي كده يا ستي الكل شايفاها، لا تكون سميكة خالص ولا تكون رفيعة خالص، ومتنظمة وحلو. هجيب طبق واحط اخلصه، وانا هخلص واجيكم. ادي كده يا ستي الكل عملت البانيه كله. الكيلو طلع لي كمية حلوة ما شاء الله زي ما شايفة كده. في بيكونوا كبار فانا بقسمهم على 2. دي كانت كبيرة قسمتها، شايفة يعني القطعة تأكل. لسه في كبير برضه زي ما شايفة كان مقطع وعملته مع بعض فبقى بوفت. فانا هفرزه في الفريزر تحمري وفرز اللي عايزه تفرز. فانا هحمر وهفرز. طبق يا ست الكل، شوف الكميه بتاعت البناء اللي انت هتعمليها. بيضه صغير، شويه لبن، وشويه ملح عشان البناء بتاعنا نحن مملحينه اصلا. رشه من الفلفل الاسود او الابيض. ست الكل جبت البيض والبناء والزيت سخن معايا، نغمس كده زي ما شايفه. يا نطلعه في الصحن ونحط المناديل بتاعت المطبخ. انا هخلص الكميه كلها وارجع لكم. ادي كده يا ست الكل خلصت البانيه، عملت الكميه كلها، شايفه بتقطع بكل سهوله، شايفه طري، البهارات بتاعته حلوه. انا حمرت الكميه كلها وعملته جنب شطه كده بالدكوه، احنا بنحب ناكله كده. فدي كانت الوصفه بتاعتنا. اتمنى لو الفيديو عجبك ان انتي تجربي الوصفه دي. لغايه لما نشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.